يعني لو اتولدت قبلها بيوم تبقى حساس وبعدها بيوم تبقى غامض، طب واللي اتولد في نص الليل ده كده دخل بورديتين مع بعض. اسأل الكون يجاوبك آريان. الأبراج أصلها ايه؟ من زمان جدا في حضارة اسمها البابلية، مش نابليون خد بالك، دول ناس تانيين. كانت في شلة قاعدة على القهوة بعد ما خلصوا كورس كهنوت بيفكروا في مشاريع، أو واحد منهم اسمه حودة كان باصص للسما وشاف النجوم شبه كلب ودب وواحد ماسك سهم. فقال لهم يا جماعة، ايه رأيكم نسمي النجوم دي ونقسم السما ل12 قسم وكل قسم نديه اسم. ويا دوب اتولد علم الأبراج. طب ليه الناس بتصدقه؟ في حاجة اسمها تأثير بارنو، وده لما يقولك كلام عام ينفع يتقال لأي حد وانت تحس انه بيتكلم عنك. يعني مثلا، يسطا انت انسان بتغضب بسرعة بس بتحب تساعد غيرك وغالبا بتحس بضغط في حياتك. صدقت؟ 80% من اللي بيتفرجوا دلوقتي صدقوا فعلا الكلام ده. وخد بالك في ناس كتير في السوشيال ميديا حاليا بيستخدموا التأثير ده في الماركتينج والكورسات اللي هم بيقدموها. فانا عاوزك تحذر وتعرف فعلا شخصيتك الحقيقية، ما تتبعش اي حد كده. انت لسه محطتش لايك؟ يلا حط دلوقتي عشان نكمل. طب والعلم بيقول ايه؟ يعني بجد ينفع اتنين يكونوا شبه بعض لمجرد انهم اتولدوا في نفس الشهر؟ في عوامل اكبر بكتير بتأثر على شخصيتك: البيئة اللي اتربيت فيها، ظروفك المادية، اسلوب التربية من الاب والام، التجارب اللي مريت بيها. طب والدين؟ في الإسلام الأبراج محرمة، واعتبارك إن النجوم بتأثر في مستقبلك أو صفاتك اسمه شرك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حتى لو بتقرأ الأبراج دي للفرفشة والتسلية وكده، بس برضك حرام. في المسيحية واليهودية برضو محرم، مفيش كتاب سماوي بيحلل التنجيم والعرافين. خلاصة الكلام، كل اللي اتقال عن الأبراج مجرد أسماء حطها بشر عشان يفسروا النجوم على مزاجهم، بس لا العلم بيأيدهم ولا الدين بيرضى بكده. وما تنساش اسأل الكون.